الزول اللي اسمه حميتي ده لما دورت الحرب في الفشقه حميتي ما اشترك فيها. الجيش عارف الكلام ده وسكت عنه من الوقت ذاك. لو كان في رجال حقيقه في الجيش اليوم المشي حميتي اثيوبيا والناس بحاربوا في الفشقه مفترض يطهروه في المطار. في المطار ده استنى في المطار ما يخش البلد ثاني. تحصل الحرب دي كان مفترض تدور اثناء حرب الفشقه. كانت واضحه المساله، المؤامره كانت ظاهره. اتذكر جروا الشريطه، احنا ما قاعدين ننسى، لكن انتوا كلام امبارح بتنسوا الليله. حميدتي الحرب مدوره في الفشقه، مش قعد مع ابي احمد ودفع لهم 175 مليون دولار قسمها على 3 وزراء وعلى الرئيس. مشى كينيا في نفس الايام ودفع، مشى جوبا. الكلام لك يا دينجوج، احنا لو قبلنا عليك اقسم بالله حكومتك من هي يتغير. اثيوبيا دي موضوع سهل منتهي، وحوضح منتهي كيف. حكومة جنوب السودان فيها ناس قبضوا رشاوي. توت قلواق ده انا قبل سنتين قلت لكم شغالين له قوادين على راسهم الشبلي تحديدا. شبلي ده منو؟ شبلي ده الزول اللي عمل الحاجه اللي اسمها كلنا حميدتي. ده الزول اللي كان شغال قواد لتوت قلواق. دي الدول الثلاثه المواقف السلبيه. توت قلواق اشتروه بيقولنا من ايام السلام، انا قلت الكلام ده، قلت لكم توت قلواق ده اشتروه ومشغلين له الشبلي ومعاه مجموعه ناس الشاذلي وناس منو رئيس اتحاد الكوره في ولايه الخرطوم. حددت الشخصيات ودي الايام اظهرت لكم الحقائق بعد سنتين. استخبارات نايم والناس نايم والشعب نايم والشارع نايم، الليله جاي نعمل لك فيها عارفوا سياسه.